بسم الله. موضوع الفيديو بتاع النهارده مهم جدا جدا جدا، بالذات المعامل اللي هي بتاخد حالات معمول لها تصميم من ناس تانية. تمام. طيب ايه المشكلة دي وايه سببها وايه اللي بينتج عنها بعد كده لو ما خدتش بالي منها؟ انا دلوقتي رصيت فايلين كراون زي ده كده وبريدج. الكراون ده زي ما انا شايف المارجن لاين بتاعه متحدد، الفينش لاين بتاعه متحدد ومقري مظبوط من البرنامج اللي هو الكاد سوفت وير خلاص. والانسرشن دايركشن بتاعه متحدد ومقري مظبوط خلاص. الكافيتي او السيرفيس او الفيتنج سيرفيس من جوه هو مختار احسن فيتنج سيرفيس البير يخش ويجيب كل حاجه فيها زي ما انا شايف كده. طب نيجي بقى للبريدج ده، ايه اللي فيه؟ الفينش لاين بتاعت الكراونز دي كلها خلاص مش مرسومه او مش متحدده، ما اتقرتش مظبوطه، تمام، مش كامله. فانا بالتالي ما ينفعش ان انا ابعت للمكنه خلاص حاله زي دي بالوضع ده كده. حتى لو هي ظبطت معايا هي هتديني مشاكل بعد كده. اول مشكله هتواجهني في حاله زي كده لما اجي ابعتها على المكنه، انا اصلا مش معرف المكنه الفينش لاين بتاعي خلاص. فبالتالي لو هو بيجي يعمل ميلنج للفينش لاين ده، هو هيعامله معامله اكنه بيتعامل مع الكراون العادي خلاص. يبقى دي كده اول حاجه ان انا مش معرفه الفينش لاين، فممكن يطلع معايا مكسر مش مظبوط. تمام. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه الانسرشن دايركشن بتاع البريدج ده هو المفروض يتوحد عشان البير لما بيجي ينزل بوضعيه معينه يبتدي يفضي لي الفيتنج سيرفيس دي من جوه خلاص. فانا زي ما انا شايف كده الفيتنج سيرفيس بتاعي من جوه هيبقى فيه مناطق البيرز مش عارف يجيبها بناء على ان هو مش متحدد له الفينش لاين، فهو اجتهد وهينزل بنزله معينه بحيث ان هو يفضي وخلاص. طيب بعالج الموضوع ده ازاي؟ يبقى انا كده المفروض ان انا ارسم الفينش لاين ده في الميل بوكس. هرسمه ازاي؟ هخش على تولز كده، هلاقي في حاجه اسمها كيرفز اند سيرفيس تولز. لما بضغط عليها هلاقي في حاجه اسمها مارجن لاين خلاص. مارجن لاين لما اضغط على مارجن لاين دي كده في حاجه اسمها ديتكت كافيتي. لما هضغط عليها هيبتدي يقول لي ايه بقى؟ اوتوماتيكلي ديتكت البريب لاين والمارجن لاين خلاص. طبعا هو عامل سمك للمارجن لاين هنا 0.15 15%. دي الحته اللي انا كنت بقعد اقول عليها كتير جدا في الاكسوكاد او في الديزاين، ان انا يا جماعه ما ينفعش اعمل الويتس بتاع الفينش لاين ده زيرو. يعني انا ما ينفعش اعمل الويتس بتاع الفينش لاين ده في الديزاين زيرو. او الزيرو ده ازاي؟ يعني البير هيمشي عليه ازاي او هيجيبه ازاي او هيعمل له ميننج ازاي؟ فهو معمول هنا 0.15 ممكن 0.1 0.2. فهو ممكن ان انا ابتدي من 1 من 10 مللي لل 2 من 10 مللي. طيب خلاص هو معمول اوتوماتيك 15%. هاجي اعمل ايه بقى؟ خلي بالنا كده من الفيتنج سيرفيس وخلي بالنا انا ارسم الفينش لاين. جيت من جوه رحت عامل نقطه اوتوماتيك. اللي حصل بدا ان هو يرسم لي الفينش لاين وراح معرف لي الانسرشن دايركشن. شايف الجزء بقى الفيتنج جوه اللي كان ازرق ده اتظبط ازاي؟ ما عادش موجود. ليه بقى؟ البير لما هينزل هو عارف هينزل الانسرشن بتاعه هيكون ازاي عشان يديني احسن فيتنج سيرفيس. يبقى ده كده اول واحد. طب نخش على اللي بعده. جيت هنا رحت عامل برده من جوه كده ورحت حاطط ايه؟ نقطه. راح عامل لي السكنس بتاعه 15%. شوف على طول الفيتنج سيرفيس بقى كويس والفينش لاين اتحدد. تالت واحد اهو من جوه خلاص الفيتنج سيرفيس بتاعي اتفضى والانسرشن بتاعي اتوحد. كده انا جاهز للحفر. يبقى دي كده حاجه مهمه جدا ما ينفعش ان انا اتجاهلها او اتعداها. ان انا بعد ما رصيت الفايل لازم تكون الانسرشن بتاعي واضح زي ما انا شايف كده والفينش لاين مرسوم، عشان ما يطلعش الكراونات بتاعتي الفينش لاين بتاعها مكسر او الفيتنج سيرفيس بتاعي مش مظبوط او مش متفنش كويس. يا رب يكون موضوع الفيديو ده مهم ليكم. هو مهم جدا بس يكون مفيد وبسيط، ويا رب تكونوا استفدتوا فيه. كنت معاكم مهندس احمد السيد من سلسله فيديوهات ميل بوكس تيبس اند تريكس. بالتوفيق.